السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم. القضية ديال اليوم وقعت في شهر نوفمبر 2004 في مدينة أكسفورد في إنجلترا مع ديك ال11:30 ديال الليل. جوج من رجال الشرطة كانوا كيدوروا بالسيارة ديالهم في منطقة سميتها روز هيل، وبالصدفة لقاو طوموبيل اللور ديالها فوق الرصيف والقدام خارج للطريق، يعني مركونة واحد الركن اللي غريب. الضو ديالها كان خافت والموتور طافي. هادشي شد الانتباه ديال البوليس وقرروا يشوفوا شنو كاين. تفاجئوا ملي لقاو واحد الشاب جالس في المقعد ديال الشيفور، باين عليه تعرض لاعتداء خطير وتطعن بزاف في صدرو. داروا الطوق ديال مسرح الجريمه وعيطوا على المحققين، ومن بينهم محقق سميتو ستيف تومي اللي كان اول واحد يوصل في اول معاينه. وبما ان الضحيه شاب، المحقق جا على بالو ان الدافع يمكن يكون تصفيه حسابات ولا علاقه غراميه ولا شي حاجه متعلقه بالمخدرات. هادو اول الافكار اللي كتجي للمحقق. بدا كيشوف مسرح الجريمه باش يجمع الادله. لقاو واحد الحبل زرق في عنق الضحيه مشدود مع الكرسي. شكوا ان المجرم شدو بالحبل باش يمنعو من التحرك. دابا خاص يعرفوا شكون الضحيه، وباش يعرفوا خصهم يشوفوا الاسم اللي مسجل به مول الطوموبيل. اتصلوا بمولاها اللي كان واحد السيد سميتو قرباني رحيم. ملي سولوه واش هذه السياره ديالو قال لهم ولكن ولدو هو اللي كيسوقها. ملي قالوا ليه بان ولدو لقاوه ميت في الطوموبيل طاح وفقد الوعي. عرفوا الهويه ديال الضحيه، سميتو قرباني اراش، عنده 19 عام، كيقرا الهندسه في جامعه اوكسفورد. الاب ديالو قال بانه ملي عرف بموت ولدو حس بحال الا شي واحد كيدير ليه عمليه في القلب بلا بنج. هكا كان الاحساس ديالو. اراش كان مربي ومسالم وما عمرو دار شي مشكل مع شي واحد، وبالتالي البوليس تبعدوا العصابات والمخدرات حيت مسرح الجريمه هو الطوموبيل. وكان صعيب انهم يفحصوها بدقه حيت خاصهم يحيدوا الجثه ولا يحركوها وممكن يفسدوا الادله. قلبوا في المنطقه كامله اللي حدا فين وقعت الجريمه، كيقلبوا على يمكن يقدروا يلقاو سلاح الجريمه، حيت غالبا المجرم ملي كيسالي المهمه ديالو كيرمي السلاح. ولكن ما لقاو والو. استعملوا لاصق التقاط الانسجه داخل السياره. هاد المجرم باين انه دخل وجلس في الكرسي للور وشد الحبل من تما. ولكن هاد التقنيه كتاخذ الوقت بزاف. مشات الجثه للتشريح الطبي والطوموبيل مشات للفحص، ومشاو كيدقوا على الجيران يسولوهم واش شافوا ولا سمعوا شي حاجه اللي تعاونهم في التحقيق. ولكن حتى واحد ما شاف ولا سمع شي حاجه حيت الجريمه وقعت بالليل. استدعات الشرطه عائله اراش باش يشوفوا الجثه ديال ولدهم. الاب كان صعيب عليه بزاف يشوف ولده في هذيك الحاله. سولوه البوليس واش اراش عنده شي اعداء، وقال لهم انه كيشك في شي واحد، وطلب منهم يحققوا مع عائله الحبيبه ديال ولده اللي سميتها منى. اراش ومنى كانوا في علاقه لمده 15 شهر. تعرفوا في 2003 عن طريق شي واحد من الاصدقاء ديالو، طاحوا في الحب وبغاو بعضياتهم. ولكن عائله منى ما كانتش موافقه نهائيا على اراش. ملي هضروا مع اصحاب اراش عرفوا انه اراش ما كانش عنده مع خو منى الكبير اللي سميتو مجيب الرحمن. مشاو للدار ديالهم في 7 ديال الصباح، شدوه باش يحققوا معاه وقلبوا البيت ديالو ولقاو المواس، وخداوهم للفحص وخداو حتى الحوايج ديالو وداوهم للمختبر الجنائي. جابوا خوها مجيب للاستجواب. مجيب قال بانه من اصول هنديه، كان ضد العلاقه لانه اختو خصها تزوج زواج تقليدي. الاب ديال منى بغى بنته تزوج بشخص عائلته متدينه حيت اراش كان مسلم، ولكن الاب ديالو ملحد تزاد في ايران، ولكن اختار ما يامن بحتى دين وخلى ولادو يختاروا ديانتهم. مجيب قال انه ملي عرف ان اختو في علاقه مع اراش ضربها وقال لها خصك تقطعي هاد العلاقه. ولكن منى هربت من الدار، وملي هربات لقات راسها حامله من اراش. اراش ملي عرف بالحمل عيط لباه، والاب كان متفاهم وقال غادي يعاونهم باش يتزوجوا. منى بقات كتواصل مع الام ديالها اللي قنعتها ترجع للدار وبان ما غادي يوقع عليها والو. مجيب قال للبوليس انه ما كانش عارف انها حامله، وبالطبع المحققين ما تيقوهش. قلبوا تليفون اراش باش يعرفوا التوقيت ديال الجريمه، لقاو انه كان كيتصل بمنى بزاف في الليل، وقال لها في اخر مكالمه انه غادي يمشي عندها. اراش خرج مع 8:45 دقيقه في الليل. الطريق من الدار ديالو حتى للدار ديال منى كتحتاج بين 10 حتى 15 دقيقه، ولكن على بعد 500 متر من دار منى لقاوه ميت في طوموبيلته. طوموبيل فيها بزاف ديال الدم، فجمعوا كل العينه لعل وعسى يكون حتى المجرم حتى هو تجرح ويعرفوا شكون هو المجرم. ملي بقاو كيقلبوا الطوموبيل لقاو مسمار صغير بين جوج كراسي للقدام.
العينات والبصمات اللي خارج الطوموبيل ما كيعتبروهاش، حيت يمكن اي واحد يكون داز حدا الطوموبيل وقاسها من برا، اما اللي في الداخل كيحتفظوا به. ملي قلبوا في كاميرات المراقبه لقاو مجيب خرج من الدار، مشى الطوبيس، جبد الفلوس من الكيشي وتلاقى مع صحابو وصافي ورجع للدار، وكان كيبان عادي، ما متوتر ما حتى شي حاجه. الادله اللي خداو من البيت ديالو ما جابوا حتى شي نتيجه، ما لقاو حتى شي حاجه اللي تثبت بانه هو اللي دار الجريمه. دابا خاصهم يطلقوا حيت ما كاين حتى دليل ضده. الطب الشرعي قال ان اراش تعرض ل 46 طعنه كلها في صدره، ولقاو في الجيب ديال القميص جان تاع اراش النص ديال داك المسمار الصغير اللي كان طايح في الطوموبيل. من بعد يومين بان خيط جديد مهم في القضيه. واحد الخدامه خدامين في البني شافوا طوموبيل حمراء وقفات، والشيفور رمى واحد الكيس. كانت الطوموبيل بعيده على الخدامه فما قدروش يشوفوا شكون. ملي مشات الطوموبيل جاهم الفضول ومشاو يشوفوا شنو كاين في داك الكيس، ولقاو فيه حوايج عامرين بالدم وجابوه للشرطه. الميكا فيها كاسكيطه وقبيه والصباعيات وموس مهرس. الدم اللي في الموس كان ديال اراش، وبقوه الطعن اللي كان قوي تهرس الموس وطاح المسمار ديالو. واحد الجزء طاح في القميص ديال اراش، والثاني طاح بين الكراسي القداميه نتاع الطوموبيل. دابا البوليس متاكدين انه هذاك الموس هو سلاح الجريمه. فحصوا القبيه ولقاو فيها الدم ديال اراش، وفحصوا الكاسكيطه حيت كتقيس الجبهه لقاو فيها الحمض النووي ديال مجيب الرحمن. شدوه البوليس عاوتاني وهو انكر وقال ان هذه الكاسكيطه قديمه من مده ما لبسهاش، وانه يمكن شي واحد اخر اللي كان لابسها. الطوموبيل الحمراء طبقات نفس النوع اللي تيسوق الاب ديالو اللي هو علي. شدوه حتى هو ونكر، ولكن لقاو في الكاسكيطه حمض نووي تاني اللي ديالو هو. وفي الصباعيات لقاو الدم ديال اراش على برا، ولكن الداخل ديال الصباعيه لقاو في واحد الصبع مشرك شويه، يعني المجرم جرح راسو ملي كان كيرتكب الجريمه. الداخل ديال الصباعيه لقاو حمض نووي ثالث ديال الاخ الاصغر اللي سميتو مانور اللي عنده 15 عام. وشدوه حتى هو وشافوا انه عنده جرح صغير في يديه. انكر حتى هو القصه، ولكن بما ان اراش ما عندوش جروح دفاعيه في الجسم ديالو، البوليس قال ان مجيب حيت قوي كان اللور ديال اراش وشد الحبل، ومانور هو اللي كان كيطعن، والاب علي هو اللي لاح داك الكيس، وهو اللي خطط وحرض ولادو باش يقتلوه حيت ما بغاش منى تزوج باراش، واعتبر هاد الجريمه جريمه شرف. الاب ديال اراش كان مستعد انه يربي الوليد ملي يتزاد، ولكن في المحاكمه قالوا بان منى دارت اجهاض. في نوفمبر 2005 بدات المحاكمه، كاملين نكروا جميع التهم اللي موجهه ليهم، وحتى واحد فيهم ما بغى يعترف. مانور تحكم بمؤبد مع امكانيه الافراج بعد 14 عام، مجيب مؤبد مع امكانيه الافراج بعد 16 عام، والاب اللي هو علي تحكم بمؤبد مع امكانيه الافراج بعد 20 عام. الاب ديال اراش قال العداله بالنسبه لي عمرها ما غادي تحقق مادام المجرمين باقيين عايشين، وغادي يبقى هذا الالم معاه حتى يموت. وهنا سالت القضيه ديالنا. مرحبا بالاراء ديالكم واقتراحاتكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. باي باي.